عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. عايشك، مشيت انتخبت؟ اي. وشنو هي نسبة العباد يعني كبيرة ولا؟ مش حاجة كبيرة، خاطر الناس ما عادش عندها ثقة. انا ما عندهاش معناها ثقة في شنو؟ ما عندهاش ثقة في النواب، على خاطر النواب اللي سبقوا معناها وقت الترذيل، وقت المشهد هذاك في البرلمان والوعود وكذا، ولا المواطن معناها ما عادش عنده ثقة، خاصة عامة الشعب راه. ويزيد نهار لحد ثم برشا مشاغل، ثم ناس ولادها ما تقراش، ثم اللي خرج مشى يشوف الثلج، ثم مشى لتوزر، ثم مشى للطبيعه، ثم اللي يقضي عنده حاجات يعمل فيها، فهمتني. زعما المجلس هذا باش ينجم يحل أزمات ويحل مشاكل الشعب، أم أنه كما اللي سبقوه يعني مجلس باش يقوم بتمرير مشاريع قوانين متاع قروض ويزيد يبرك على كاهل الدولة؟ والله بالنسبه لي انا متفائل، كل حاجه فيها قيس سعيد انا متفائل بها، على خاطر هو راجل مستقيم، راجل مسطر، عنده منهجيه معناها تبع الشعب، يعني الحاجات والتطلعات بتاع الشعب الكل هو اللي يراو فيه، هو الوحيد معناها اللي تشجع، والوحيد اللي تكلم بسياسه، والوحيد اللي هو رزين وبعقله معناها. وحتى النواب اللي باش يجيو تو نتصور اللي هما معناها باش يكونوا في المستوى، على خاطر تشوف انت اللي عندهم مصالح تعرفوا. وهذوما النواب هذوما جدد فيهم مثلا احنا النائب تاع جهتنا طبيب، معناها ما نتصورش طبيب انا عنده مصالح مش تاجر كما نقولوا، ولا كناطري، ولا فهمتني، انسان واعي، انسان مثقف كذا. غالب النواب كاساتذه اطباء، معناها ناس حتى المجتمع مثقفين واعيين، فهمتني. وهو شنو النائب؟ النائب راهو يمثل الشعب، يلزم طبقات الشعب الكل، فهمتني. باش المجلس النواب اللي هو معناها نشوفوه احنا، وهو معناها عباره على دوله، هذاك الشعب فيه كما نقولوا الكبير والصغير والانثى والذكر، واللي يخدم موظف كبير، واللي فقير، ولا فهمتني، فيه الانواع الكل يلزم المجلس هذا. المجلس الاخر اللي هو معناها الكل مصالح والكل لوبيات والكل كذا، بالرغم اللي فيه زاد البهيل، مش ما فيهش فيه، لكنك الحس وكلي. وانا مثلا اللي نشوف فيهم يرذلوا هذا في المشهد الاعلامي، ومشهد معناها النواب هذوك وكل شيء. علاش؟ شنو السبب؟ ثم معناها اسباب يدفعهم باش يعملوا كيكه، اسباب مصالح وتضارب مصالح. نلقوا اليوم العديد من الأطراف السياسية ضد قيس سعيد، حسب رايك شنو هي الأسباب؟ الاسباب اللي كنا نحكوا فيها قبل، اللي حكيناها قبيلي. يا اخي هما تو الاطراف السياسيه هذوما اللي يتكلموا اللي ضد قيس سعيد، يحبهم الشعب ولا هما يحبوا الشعب؟ هما الساعه الغالبيه نتاعهم عندهم مركب الاستعلاء، وعندهم الانا والانا الاعلى. دونك راه فيهم انا معناها ناس مجانبه للواقع ولا الحقيقه. اللي يحب بلاده يلزم يحب رئيسها، ويلزم يحب المجلس، ويلزم يحب الشارع التونسي، ويلزم معناها احنا ندفعوا تونس باش تعيش يعني، وباش تعيش مثلا ندعموا السياحه، ندعموا الفلاحه، ندعموا الصناعه. هي ولو انها السياحه راه ماهوش هذيك ماهوش مورد قار كما الصناعه ولا كما الفلاحه، هي الفلاحه هي الاساس. باو نزيدوا فهمتني ندعموا مجهود العائلات باش تقري ولادها، باش ولادها معناها تكون في مستوى طيب، باش ما يفكرش لا في حرقه، لا يفكر في سرقه، لا في نطره، لا في فهمتني. باش الانسان هك المبادئ هذيك ترجع. يا اخي قبل بورقيبه وقت يعمل توجيهات الرئيس الناس تبدا تستنى، انت ما نعرفش ما خلطوش عليه الجيل هذا، الناس تبدا تستنى في توجيهات الرئيس وتسمع فيها كما تو يستنى في مسلسل ولا في كليب ولا في حاجه تسمعه ويربي. ما هو اسمه توجيهات الرئيس، يربي في الشعب، يوجه فيه للصلاح بتاع علاش تلقاك الجيل هذاك بتاع الستينات والسبعينات وحتى اول الثمانينات واللي قبل تلقاهم متربين، تلقاهم رزان، تلقاهم يفكروا في عائلاتهم، يفكروا في والديهم، يفكروا في صغارهم، في مصالح صغارهم. دونك يلزمنا فهمتني مجلس قوي ومتين، ويلزمنا فهمتني نكونوا في مستوى احنا كشعب، نكونوا في مستوى نعطوا الثقه في النواب نتاعنا باش هما يعطوا الثقه في الحكومه، والحكومه تعطي الثقه في الشعب. كلها هي حلقه مستديره.